السلام عليكم وان شاء الله تكونوا بافضل حال. اليوم جبت لكم كالانطيطه. صراحه جربت شعل من وصفه تاع الكالانطيطه، لكن هذه الوصفه خذيتها من وحده من اليوتيوب. يعني صراحه جاتني كيما تاع المحلات بالضبط. يعني شعل من وصفه جربتها، لكن هذه الوصفه اللي صح كانت كيما تاع المحلات، يعني جميع اسرارها. نروح المكونات. عندنا هذا الكاس انا قص به فرينة الحمص، ونقص به كامل المقادير. وانتم لا حبيتوا الكرنطيطه تاعكم تكون غليظه، قيسوا كاس، ديروا كاس، كبروا في الكاس هذا مكان. زيد كاس ماء ونخلط مليح. يعني انا تاعي حبيتها رقيقه باسكو احنا ماشي بزاف، وعندي ذاك المول تاعي اللي حطيت فيه السنيوه اللي حطيت فيها الملف، يعني باش ما تفضليش. درتها طبقه رقيقه باش تكمل كامل، وصراحه ما شبعناهاش من بعد. ما فضلتش وما شبعناش باسكو البنه تاعها صراحه رائعه. انا ما كنتش متصوره تكون كيما هكا. اذا درت هنايا كاس تاع ماء وكاس تاع كرنطيطه مع الاول، نخلطهم مليح. من بعد نزيد قلصه ملح. الملح ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش مالحه، ديروا غير قلصه ملح. نعرف الكرنطيطه تكون مالحه، تجي مالحه، يعني كنت تزيد لها شوي ملح تجيكم مالحه. زيدوا الكاس الثاني تاع الماء، ديروا الكاس الثاني تاع الماء، ثم نصف كاس ماء. حد الان درنا 2 كيسان ونصف تاع ماء. ثم نزيدوا نص كاس تاع حليب. 2 كيسان ونصف تاع ماء ونص كاس تاع حليب، يعني مقدار 3 كيسان، لكن نصف كاس هذاك زدناه حليب. ونخلطوا، لازم نخلطوا مليح. ندير نصف مغرفة تاع قهوة خميرة الحلويات. هذه طبعا ما فيها حتى بيض. دوك تشوفوا باش عوضنا ذاك البيض، عوضناه مكون راح يخليه متماسك ويخليه هشيش. هو مغرف لا شابلور، مغرف تاع خبز يابس مطحون. هذه راح نعوضوا بها ذاك البيض. راكم تعرفوا البيض هذا الوقت غالي، ماذا بينا نتفاداوه. ونديروا في نفس الكاس ربع كاس زيت. مازلنا نديروا في نفس الكاس، قلنا ذاك الكاس اللي عبرت به انايا فرينة الحمص تاعي نعبروا به باقي جميع المكونات. درت هنا في الاخير طبعا هو ربع كاس زيت. نعاودوا انه ربع كاس زيت درناه في الاخير. انا ما كانش عندي كمون، كان عندي كمون حب، رحيته وصفيته. ديروا مغرفه تاع كمون تاع حب، تاع مطحون. انا ما كانش عندي المطحون، واللي عنده المطحون طبعا يدير المطحون. انا ما كانش عندي متوفر المطحون. والكرنطيطه ما فيها حتى مكون يجي فيها ابار الكمون، هو المكون الاساسي للكرنطيطه. خلطوا المكونات مليح. من بعد انا خليها تريح على الاقل نصف ساعه. على الاقل نتوما خلوها من نصف ساعه حتى ساعه، لكن على الاقل نصف ساعه. ومن بعد ما خلوها، انا كنت موجده دايره عجينه تاع الخبز، خبز كوشه. يعني صراحه يجي هذا الخبز ما شاء الله. يعني للتغيير الواحد يدير، وخليته يخمر للتغيير الواحد يدير في بلاصتو خبز كوشه ولا يبدل يعني. وهنا يعني كاضافه ماشي شرط، انا حبيتها تكون بالفرماج. زدت لها فرماج باش نحب هي تكون تجي كريميه، وبذوق الفرماج تجي روعه يعني. جربوها وردوا لي الخبر، وكل واحد الاختيار تاعو. بعد ما ريحت لي انا خليتها تقريبا ساعه. بعد ما ريحت لي جبت بلاطو راكم تشوفوا فيه، دهنته بالزيت وفرغته. وانا وكنت ديجا خليت الفرن تاعي شاعل قبل واحد ربع ساعه، ولا شعلته من الفوق ومن تحت. لازم الفرن تاعكم يكون سخون بزاف، لازم ما تطولش الكرنطيطه تاعكم هذه في الطياب باش ما تجيكم من الداخل كريميه، ما تجيش ناشفه. هنا الخبز تاعي انايا اللي كنت ندير درتو خبيزات صغار باش ندير من الداخل فيه الكرنطيطه تاعي. قلت لكم يعني الواحد يحب يبدل، يعني ماشي ديما خبز بولونجي، نبدلو شويه. ولي اكيد كل واحد الذوق تاعو.
انا قدمته مع هذا الخبز. دوك تشوفوا مع الاخر يجي هك خفيف ويجي وصراحه البنه تاعو ما شاء الله. يعني ننصحكم تجربوه. في مكونات بسيطه غير فرينه وخميره تاع الخبز وزبده وملح والماء. ودرت برك العجينه تاعي جايه هنايا، نخليه بعد ما درتو نخليه يزيد يخمر باش نعاود نطيبو. ها هي الكلانطيطه تاعي صراحه جات كريميه روعه. شوفوا قلت لكم اللي يحب القوام تاعها غليظ يكبر الكاس فقط. انا طبعا ما حبيتهاش غليظه بزاف، حبيتها هكا رقيقه باش نكملها باسكو ما ناش بزاف في الدار. ويعني صراحه تجيكم كيما تاع المحلات بالضبط. وها الخبز تاعي جا خفيف بالبزاف، يعني مليحه كنبدلو شويه واحد يديرو. قدمتها مع الهريسه طبعا، كانت تجي مع الهريسه. وهذا الخبز قلت لكم الخفيف ولا شي، شوفوا شحال خفيف روعه، غير بالفارينه وملح والزبده مع التالي. شوفوا الداخل كيفاه جا ما شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني على القناه.